في الفيديو ده هتعرف مع حضراتكم على موقع كويس جدا اسمه خمسات. فيه فرصتين كويسين جدا لنوعين من الأطباء اللي هم مهتمين بالبحث العلمي والماستر والدكتوراه، أو اللي هم فعلا في موضوع البحث العلمي بصفة مستمرة ودايما included في ماستر ديجري أو دكتوراه أو related بالموضوع دوت. هنبدأ مع حضراتكم على طول على جوجل، هنكتب في البحث بسيطة جدا بالعربية هنكتب خمسات. هنختار أول اوبشن، هنختار أول نتيجة بحث عندنا خمسات لبيع وشراء الخدمات المصغرة. هيظهر لنا الموقع بالشكل ده: أكبر سوق عربي لبيع وشراء الخدمات المصغرة. مكتوب هنا أنجز أعمالك بسهولة، انجز أعمالك بسهولة وأمان بأسعار تبدأ من $5. الفكرة شوف $5 احسبها بوقت الدولار بوقت نشر الفيديو، يعني هو اضرب بقى 5 في سعر الدولار حاليا، هيبقى أكيد فرصة كويسة لو حضرتك باحث ماجستير أو دكتوراه وعاوز حد يساعدك فيها. لو بتدور على حد مثلا في مراكز البحث العلمي أو الناس المختصة بياخدوا مبالغ، يعني انتوا عارفين مبالغ محترمة. الموقع ده هيبدأ معاك من $5 بس. هنشوف ازاي دلوقتي حالا. طبعا بداية هيكتب لك هنا دخول أو حساب جديد. هنعمل حساب جديد عليه ببساطة جدا، نضغط على حساب جديد. ممكن تعمل بالتسجيل بإنشاء حساب جديد بجوجل على طول، باستخدام حساب جوجل أسهل حاجة. لو عندك حساب مايكروسوفت طبعا، لو عايز تبدأ بقى تكتب اسمه واسم العيلة والبريد الإلكتروني، وده برضو شيء جميل ويفضل لو انت هتعمل حساب عليه انك تبقى بائع خدمة. ونعرف دلوقتي ازاي احنا نكون ممكن يعني ان احنا نستفيد من الموقع ده، ان احنا نشتري خدمة او ان احنا نبيع خدمة، ودي الجزء التاني من الفيديو ان شاء الله. انا دخلت على الحساب بتاعي، على خمسات. هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي نعمل سيرش عليه بحيث احنا نوصل. لو انا باحث دكتوراه او ماجستير وعاوز ودكتور وعايز ابحث عن حد يساعدني في شغل البحث بتاعي، هنيجي في سيرش هنا ونكتب بحث ماجستير ودكتوراه مثلا، ايا كان نعمل بحث. هيظهر لنا بعض حاجات كتير او نتائج بحث كتير. طيب احنا عايزين مش هنضاف الاقسام دي، نخليها جميع الاقسام، لان طبعا مش هتلاقي قسم مثلا عن محتوى طبي متخصص، هتلاقي كل اعمال برمجه تطوير تسويق الكتروني تدريب عن بعد. فهننزل تحت هنا ونشوف تقييم الخدمه، وده اللي العملاء اتعاملوا مع مقدم الخدمه ده. ولو ان تقييم خدمه 4 نجوم او اكتر، نشوف اعلى تقييم عشان نفلتر، نعمل فلتريشن للبحث يعني. تمام. ممكن بقى لو عايز بائع موثوق ومميز، ماشي، ده حاجه بتاعتك. حالة البائع لو انت مستعجل مثلا عايز حد متواجد حاليا، هسيبك لازم عايز يعني مقدم خدمة يكون متواجد حاليا او هوية موثقة، ما فيش مشكلة. بس هو كده كده الموقع ده مضمون بقاله سنين شغال، والناس بتتعامل عليه، وحقوقك محفوظة في كل حاجة خالص. انت بتتواصل هنعرف ازاي دلوقتي ازاي انت تتواصل مع البائع وتتكلم معاه في كل التفاصيل قبل ما تبدأ اي حاجة خالص. بعد ما عملت فلتريشن بين هو هنا اكثر تقييم، اعلى تقييم عندنا الخدمة وبقى موثوق او مميز. بعد ما عملنا فلتريشن ان هو هنا البائع تقييم خدمة اعلى تقييم وبقى موثوق ومميز، نقرا كده هنا مثلا تنسيق وتعديل الابحاث الجامعية ورسائل الدكتوراه ماجستير، قياس نسبة الاقتباس لرسائل الماجستير والدكتوراه والبحث العلمي. شوف انت بقى انت محتاج ايه في التوقيت بتاع البحث بتاعك. نقد الابحاث والرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه، توفير المواد العلمية بحيث الماجستير والدكتوراه. وافتح بقى وابدأ اقرا التفاصيل بتاعت مقدم الخدمة او الخدمة اللي بيقدمها. في هنا مثلا وصلنا لحاجة هنا تحت، هنا كتابة 5 صفحات في بحث طبي. ممكن ندخل لو عايز تدخل على خدمة، تضغط هنا وتدخل على مقدم خدمة هنا، تضغط هنا مقدم خدمة، هتقرا التفاصيل منها بقى مميز. هتلاقي بس نبذة عنه: طبيب عمومي أعمل في مجال البحث العلمي والخطط البحثية، ريسيرش ميثودولوجي،
ممكن يكون ماشي تمام. شوف كده الشغل بتاعه: خدمات هي كتابة 5 صفحات بحث طبي اللي احنا شفناها، تحليل البحوث العلمية وإدخال البيانات، عمل 50 سلايد باوربوينت لو انت بقى ايه كمان انت حابب تعمل باوربوينت، خدمات اكسل في جميع المجالات، تحليل الاحصائي للبحوث الطبية وغير الطبية، السيرة الذاتية للمجالات العلمية. ممكن تلاقي ده متوافق معاك طبعا. هنبص برضو على حاجة تانية هنا، على التقييمات. في 14 حد قاموا بشراء الخدمة ديت. الرقم ده يعني الناس اللي قامت بشراء الخدمة، ودي التقييمات بتاعتهم كلها إيجابية. تدخل على الخدمة نفسها، احنا شفنا طبعا، احنا شفنا فوق هنا البائع والتفاصيل بتاعته. تشوف الخدمات من هنا برضو اللي قدمها، نفس اللي احنا شفناه في الصفحة اللي فاتت. التقييمات بتاعته بتشوفها بقى ايه: جودة الخدمة، التواصل، متابعة، تسليم الموعد. هو مفيش هنا حد كاتب تقييمات، بس في إحصائيات هنا إن في 19 حد مقيم كويس. خدمات منشورة 6، عدد العملاء 33، متوسط سرعة الرد ساعتين. وهو موجود على موقع خمسات من 29 يونيو أو يوليو 2020، آخر تواجده من 4 أيام. بتشوف بقى آراء المشترين، الناس كاتبة هنا عنه ايه: يعطيك العافية، تجاوب سريع من قبل بقى، شكرا، جيدة، يعطيك العافية، خدمة جيدة، شكرا، خدمة ممتازة، بارك الله في جهودكم، سرعة في الأداء. يعني شوف انت كلام الناس اللي كاتبة اللي اشترت الخدمة بيكتبوا تقييماتهم هنا: ألف شكر على مجهودك. طيب هنرجع تاني للخدمات ونشوف الخدمة. احنا خلاص احنا اتفقنا، احنا مثلا عايزين نكتب 5 صفحات بحث. طب هو طبعا انت ممكن تكتب أكتر من كده، بس هو بيتكلم إن المينيمم عنده عشان سعر الخدمة يبدأ من $5 هو 5 صفحات. يعني انت ممكن تاخد مثلا 10 صفحات حسب ما تتفق معاه، ممكن يحسبهم لك مثلا $6 $7 حسب اتفاق بينكم. أو كاتب هنا التعريف أو وصف الخدمة: صفتي الطبيب، واجب خبرتي في مجال البحوث الطبية. يمكن أن أكتب لك 5 صفحات، عدد كلمات 200 كلمة في كل صفحة. شوف أنت طبعا البحث المطلوب منك، مطلوب منك كم صفحة، كم كلمة في الصفحة عفوا. في أي بحث بشرط إنه يكون تابع للمجال الطبي، وتتم عملية التسليم في فترة 24 ساعة، يبقى في سرعة عنده في الإنجازية. جودة الأعمال ممتازة وخالية من الغش أو النسخ أو اللصق، طبعا لأن البحوث بتعملها بلاجياريزم، مطابقة للغش والنسخ واللصق يعني. وتكون الكتابة باللغة الإنجليزية فقط. تمام، عشان تبقى عارف أنت بتقرأ تفاصيل الخدمة قبلها. يخضع لعمل المراجعة والتدقيق مرتين لضمان خلو من الأخطاء. أنت خلاص مرضي الموضوع ده. في هنا التطويرات بقى متوفرة زي أنت عايز تضيف حاجات، يعني كتابة مثلا تقريبا 1000 كلمة 0% بلاجياريزم مقابل $5 إضافية. بتضيف بقى أنت لو عايز تضيف حاجة معينة، عايز تضيف 800 كلمة على البحث بتاعك، يقول لك مقابل $10 إضافية فوق، يعني فوق $5 الأولانية بتحط $10 كمان. برضه أنت لو قارنت الأسعار دي هتلاقيها بسعر الخدمات بره. لو أنت بتتعامل مع مكاتب أبحاث هتلاقي نفسك بتدفع كتير أوي، آلافات، يعني أسمع أرقام خيالية. هنا برضه كتابة 2000 literature review مع المراجعة الدقيقة وتلخيص الدراسات القديمة. كتابة تقرير بحثي كامل 4000 صفحة مقابل $50 إضافي، يعني تدفع $55 كله. فأنت شوف بقى أنت إيه اللي يناسبك. مش عايز تضيف حاجة خالص ومكتفي ب5 صفحات، إت- تمام. يعني هتلاقي هنا بقى صاحب الخدمة تتواصل معاه، هتدخل على تكتب له رسالة. تمام، تعمل على ست، تكتب لو سمحت لنا الرجاء التواصل معي، الرجاء مثلا زي ما أنت عايز، تواصل لخدمة ماجستير، خدمة بحث ماجستير، خدمة بحث ماجستير طبي. وتكتب له مثلا في مجال كذا، في مجال مثلا سي الأسنان مثلا، تقويم الأسنان ولنفرض يعني، أو أي مجال طبي أنت إيه حضرتك يعني تحقق البشري هو يعني هيومن. تضغط عليها، أنت لست روبوت. هذه الرسالة تحتوي على وسائل التواصل الخارجية، أو تضغط ده، تضغط هنا وهنا، لقد راجع الشروط وأرسل رسالة. الرسالة بتوصل لمقابل
البائع أو مقدم الخدمة. بعد كده بيرد على حضرتك بيقول لك طب تمام أنا جاهز إن أنا أتعامل مع حضرتك لو هو الموضوع ده بالنسبة له أوكي. وبعد كده بتتفقوا حسب بقى طبعا هو انت بقى مثلا محتاج الخدمه اللي هي زي ما قلنا المينيمم بتاعته اللي هي 5 صفحات، بتبدا معاه 5 دولار. حابب تضيف حاجه تانية مفيش مشكله خلاص. الدفع بقى عن طريق الموقع هنا نفسه، دي حاجه كويسه جدا. انت ما بتدفعش للبائع بصفه مباشره، انت خلاص الخدمه دي تمام بالنسبه لك، بتبدا تتفق معاه. وزي ما قلنا زي ما انتوا حضراتكم شايفين هي طبعا ديت خمسات دي جزء من منظومه كبيره اسمها حاسوب، وفيها مواقع كتير مشهورة زي مستقل، أكاديمية حاسوب، وحاجات تانية كتير. وسائل الدفع المتاحة عشان تبقى عارف باي بال، فيزا، ماستر كارد. يعني فيزا وماستر كارد دي ميزة إن أنت حضرتك لو معاك فيزا مشتريات أو فيزا فودافون كاش من اللي هي بتعملها من على الموبايل أو بتعملها عن طريق فودافون كاش، بتصدر فيزا مباشرة بيقول لك المبلغ كذا بتدفع تمام. لو تمام بيبعت لك الخدمة بتاعتك او البحث بتاعك بقى سواء بالصوره اللي انتوا اتفقتوا عليها PDF او وورد حسب انت زي ما انتوا اتفقتوا مع بعض. ليك حقك طبعا في الاخر محفوظ لو انت مش غير راضي عن الخدمه تتواصل الاول مع مقدم الخدمه او بتتواصل مع موقع خمسات، فمفيش اي مشكله، مفيش حقوق بتضيع. الموقع محفظ لك كل حقك في المبلغ بتاعك. البائع موثوق، انت طبعا قريت عنه وعرفت عنه تفاصيل، شفت قيمه المشترين منه. طب دي كانت يعني كمثال لخدمة على خمسات. زي مثلا أنا كتبت على موقع بحث طبي ماجستير، برضو ننزل ندور نقد الأبحاث والرسائل العلمية أهو. شوف أنت أي حاجة عجبتك بتبص أنت من بره الأول كده. هنا تقريبا في 26 واحد اشتروا كتاب بحث أو تقرير باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. ده اداك أوبشنين، ممكن عربي وإنجليزي. ممكن تدخل هنا كده وتضغط، وزي ما قلنا برضه نفس القصة، هو هنا مكتوب بائع مميز لان انت كنت عامل في السيرش الاولاني اصلا هو يكون بائع مميز او موثوق ويكون تقييماته اعلى تقييمات. هنا التقييمات بتاعته عاليه اهيت. متوسط سرعه الرد يوم مشتري 32 واحد، وسعر الخدمه يبدا من 5 دولار. بتقرا بقى التفاصيل بتاعت الخدمه. سأقوم بكتابة الأبحاث العلمية والتقارير بشكل متقن وأسلوب مميز في أي مجال ترغب فيه في العلوم المختلفة باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وذلك وفق الخطة المناسبة التي يختارها العميل. بيديك اوبشن يا راجل بيقول لك كل حاجه، 250 كلمه للغه العربيه، 150 كلمه للغه الانجليزيه. وكاتب هنا لو هتزود 300 كلمه للغه العربيه 5 دولار اضافي، لو 500 ب 10 دولار، وهكذا. الخدمه تمام تحطها اضيف الى السله. لو عاوز تتواصل مع الاول مع مقدم الخدمه هنا اضغط هنا التواصل. الموضوع بسيط خالص، تفتحه كده كده حضرتك معاك اللاب بتاعك او على الكمبيوتر. طبعا حضرتك باحث رساله بتبقى دايما شغلك كله على اللاب، فاكيد موضوع انك تفتح الموقع من على اللاب ده اسهل وايسر كتير ليك من التليفون. ممكن على التليفون الموضوع سهل برضه، بس ايه، هنا الموضوع بيبقى قدامك باين واضح شويه وتقدر تعمل فلتريشن للسيرش زي ما انت عايز. هنا برضه خدمات مقترحه هتلاقي جايلك برضه حاجات لها علاقه بالخدمه الاولانيه. بتشوف هنا دور شوف يعني بص على ايه عدد التقييمات، الناس اللي اشتروا ده عدد. احنا مثلا الخدمه ديت ان في 26 واحد اشترى الخدمه. تحت تنزل لو خدمات مقترحة لقيت في عدد أكتر ادخل على الخدمة وشوف برضه مفيش مشكلة خالص. هنا في 28 كتابة عدد بحث في أي مجال باللغة الإنجليزية والفرنسية أو الفرنسية، كتابة مقالات وأبحاث باللغة العربية أو الإنجليزية. أنت تسأل برضه الباقي وتشوف هنا آراء المشترين اهوت زي ما احنا قلنا، أو ممكن من هنا برضه تدخل على البروفايل بتاع البايع. زي ما قلنا ده الملف الشخصي، هو ما كتبش نبذة شخصية عنه بس الخدمات بتاعته اهيت. وممكن تخش تشوف الخدمات من هنا وتشوف التقييمات من هنا، وفيها تقييمات جودة الخدمة والتواصل والمتابعة والتسليم بالموعد. ده اللي يهمنا طبعا. وهنا آراء الناس اللي اشترت: عمل ممتاز، الراجل ده جاوب فاهم الشغل شكرا، عمل مميز جدا. هنا برضه شكرا جزيلا بركة جهودك، جودة الخدمة، التواصل والمتابعة، التسليم بالموعد. الحاجات دي بتقرا بص أنا بيخلي الناس عايزة تروح له تاني. أشكر الأستاذ ماجد على العمل الأكثر من رائع.
زي ما حضراتكم شايفين هنا إنسان خلقه عمل ممتاز أنصحكم فيه. زي ما حضراتكم شايفين أدى المطلوب مثل ما أريد، خدمة رائعة، ممتاز وما قصر وضيع فيها، عمل متقن وتسليم قبل الوقت. يعني بتقرا شايف تقييمات كتير وناس كاتبة آراء جيدة، وتبدأ أنت خلاص مرتاح للموضوع ده، تطلع فوق تاني وتخش على خدمات، الخدمة اللي أنت كنت عندها زي مثلا تلخيص كتاب أو أبحاث مقالات باللغة العربية أو كتابة بحث حسب أنت الخدمة اللي أنت إيه وقفت عندها. وزي ما قلنا هنا بتضغط هنا اشتري الخدمة. هنا في بيديك عشان يتواصل مع البائع برسائل الأول، هتشتري خدمة تضغط هنا اشتري خدمة، بيظهر لك تفاصيلها. شوف انت عايز تضيف ايه، لو تمام تضغط اضف الى السلة. خدمة بتضاف للسلة، تم اضافة الخدمة للسلة. لو عايز تدفع الآن هنشوف دلوقتي، الموضوع بسيط خالص اهو. يديك هنا التكلفة $5. $5. الرسوم دي رسوم إدارية، هذه الرسوم لتغطية تكاليف بوابات الدفع وتساعدنا على تشغيل الموقع وتقديم دعم فني. يعني الموقع بياخد $2 زيادة، فكل اللي حضرتك بتدفعه $7. شوف بقى انت ايه على جوجل كده، ادخل انت بقى على جوجل، واكتب سعر دولار اليوم. يعني $1 أمريكي بيساوي 30 جنيه. ده وقت نشر أو تسجيل، وقت تسجيل الفيديو. ويدخل حاطط هنا مثلا $7 هنا، مكان هنا يكتب 7، هتشوف يديك يعني تقريبا 200، قول 213 جنيه تقريبا، يعني قول 215، ما تسيبش الموضوع فك ده. فأنت بتعمل بقى عن طريق فيزا أو فودافون كاش مثلا، تحول رصيد على فودافون كاش عندك وتطلع مبلغ بفيزا، اصدار فيزا. والموضوع ده موجود على اليوتيوب كتير، بس سهل ومعروف انك ازاي تعمل فيزا على فودافون كاش لو حضرتك ما تعرفش تعمل الموضوع ده. وبتطلع فيزا مثلا بسي مبلغ اللي هو الحد الاقصى $215، 215 عفوا جنيه مصري. وتبدا انك تدخل ارقام الفيزا هنا، تبدا هنا تضغط دفع، تكتب اسمك هنا بالكامل. و لو هتدفع طبعا عندك حساب على الباي بال، بس ما اظنش يعني هو معظم الناس بتدفع ببطاقة ائتمانية. الاسم كامل والفيزا، رقم الفيزا هنا بتعمله والايه، وهنا الرقم اللي هو الاكسباير ديت بالشهر والسنة. وهنا طبعا الثلاث ارقام اللي موجودين على كل ده بيجي لك رسالة على فودافون كاش بتفاصيل الكارت. هتلاقي هنا رقم الكارت اللي هو الطويل ده، رقم طويل، وهنا الاكسباير ديت بتاعت الكارت بتاع الكارت بالشهر والسنة، وهنا الثلاث ارقام الموجودين هم بيسموهم رقم الامان. وتكتب وكمان تضغط ادفع بطاقة ائتمانية، بيتم دفع للبائع على طول مباشرة. بعد طبعا ما انت خلاص رضيت عن الخدمة مفيش مشكلة خالص. هو حسب اتفاق معاك، ممكن تقول له ادفع بعد ما اشوف الخدمة الاول، اتفقوا مع بعض حسب اتفاق مع بعض. ممكن يقول لك لا، طب ممكن اوريك عينة مثلا من الخدمة، وبعدين لما تدفع ابعت لك باقي الخدمة كلها او باقي الملف كله. لو انت راضي ساتسفايد خلاص تمام، اتس اوكي، وبعدين تعملوا تقييم في الاخر. طب ده الجزء اللي انا داخل اشتري فيه، وده الجزء الاولاني من الفيديو. انا داخل اشتري حاجه من على موقع خمسات. هل في ميزه تانية ممكن احصل عليها من موقع خمسات؟ اه طبعا. زي بقى حضرتك بقى ايه بقالك سنين في البحث، او انت خلاص بقى يعني اتمرمطت في البحث الطبي او بحث ماجستير بتاعك او دكتوراه، وخدت خبره كبيره قوي انك تكتب. ايه المشكله لما تعمل خدمات زي الناس دي؟ صحيح. ببساطه كده احنا عملنا مع بعض بروفايل، عملنا مع بعض بروفايل على موقع خمسات. كده كده انت حضرتك سجلت، والتسجيل مجاني برضه، بتعرض على فكره خدماتك دي كلها مجاني. هو الموقع بس مش بياخد نسبه منك انت، هو بيوصلك $5 كاملين، والنسبه بياخدهم من العميل او المشتري اللي هيشتري الخدمه. فدي برضه كانت هنت كويسه لو حضرتك غاوي، او حضرتك مثلا دكتوره وبقالك فتره يعني قعدت طولت قوي في موضوع الماجستير او الدكتوراه، ومعرف طبعا احنا كاطباء بنتبهدل قوي في الموضوع ده، وخدت خبرة كبيرة في الكتابة واتمرمطت هنا وهنا، وبقيت عندك أو عند حضرتك يعني خبرة كبيرة في كتابة أبحاث الماجستير أو الدكتوراه. تدخل تقدم خدمة زي دي. الموضوع ازاي؟ أنا عملت أصلا سجلت خلاص سواء من جوجل أو زي ما قلنا في الأول.
طريقة التسجيل، يعني احنا دخلنا خلاص سجلنا سواء بجوجل او كتبنا اسمنا عادي، اكتب اسمك كامل مش مشكلة، اسمنا عادي. ده بيديك مصداقية، البريد الإلكتروني بتاعك، الموضوع بسيط خالص، تدخل على البريد بيجيلك رسالة وتدخل تسجل تكمل زي أي حساب أي موقع، الموضوع مفيش فيه مشكلة، الموضوع مجاني بالكامل. خلاص سجلنا الحساب بتاعنا، أنا عايز أضيف الخدمة بتاعتي، يعني عايز أقدم خدمة. ببساطة جدا هتكتب، شايف هنا جنب خمسات بلس أضيف خدمة، الموضوع بسيط. أضيف خدمة، يجيلك أضيف خدمة جديدة، هتكتب عنوان الخدمة، هتكتب مثلا إيه، أساعد مثلا في بحث الماجستير لأطباء الأسنان مثلا، لأطباء الأسنان تخصص جراحة نفرض يعني جراحة فم. الحاجات دي ممكن ما تلاقيهاش، وممكن إن شاء الله يعني الفيديو ده لو وصلته لناس تانية، الناس تبدأ تدور على الموقع ده وتبدأ توصل له، تبدأ الناس تقدم خدمات عليه، تبدأ الناس تدور على خدمات عليه، سواء يشتري يعني أو يقدم خدمة. فبيساعد الزملاء، الموضوع ده احنا بنسهل على بعض، لأن زي ما احنا قلنا تكلفة عالية جدا في خدمات في مكاتب البحث بره، ويعني الموضوع صعب جدا وقت على الباحثين. فاحنا زي ما قلنا احنا كتبنا مثلا عنوان الخدمة، تصنيف ممكن تكتب أعمال، كتابة وترجمة بس خليها يعني مثلا أعمال. تصنيف فرعي ممكن تسيبها فاضية مفيش مشكلة، ممكن دراسات وأبحاث مفيش مشكلة. اكتب وصف خدمة مثلا، وصف بقى دقيق بحيث إن أنت تظهر وتبان، يعني اكتب بقدم بحث مثلا طبي لأطباء الأسنان في مجال أنا مش عايز يعني أضيع وقت حضراتكم في الكتابة، بس أنا أفرض مثلا إن كتبنا إيه، اكتب وصف دقيق للخدمة اللي أنت بتقدمها، كأنك يعني أنت اعتبر نفسك أنت مكان اللي هيشتري وهيقرأ الخدمة ديت، فبالتالي هو عاوز يشوف الكلام واضح وسهل بحيث يفهم المقصود فبيخش يشتري على طول. يعني انت مثلا لما تروح تشتري اي حاجه من اي مكان، بتشوف تقرا تفاصيل المنتج، بتقلب العلبه بتاعه المنتج بتشوف التفاصيل قبل ما تشتري، نفس القصه كده. دي خدمه، فانت بتبص تفاصيل الخدمه بتاعتك ايه اللي انا هستفيده من الخدمه دي. وبعدين بتضيف هنا صوره، تجيب صوره على جهازك عادي او صوره زي ما انت عايز بقى، انت سي مثلا بتقدم خدمه بحثيه، ممكن حتى تعمل سيرش على جوجل تشوف صور، اكتب بس حتى في البحث الصور بحث خدمة طبية أو بحث ماجستير أو بحث ماستر، وهات أي صورة وشايفها ساتسفايد ليا. ممكن المهم بس ما يكونش حجمها أكتر من 5 ميجا، مسموح لك إنها 10 ملفات. وتكتب وتضيف صورة تجيب من على الكمبيوتر. هنا بقى تحط سعر الخدمة بتاعك 5 أو 10 دولار زي ما أنت عايز. مدة تسليم شوف أنت تقدر بقى إيه تسلمها للعميل في قد إيه. هنا كلمات مفتاحية مهمة جدا، الكلمات المفتاحية ديت شايف هنا يعني في مثال تحت هنا تطوير مواقع ووردبريس تصميم. كلمات مفتاحية مثلا تكتب يعني فيها الحاجات اللي لها علاقة بالخدمة بتاعتك، مثلا بحث طبي، بحيث اللي يبحث يلاقي ايه خدمتك على طول، وتكتب انتر بعدها عشان شوفني كده بعد ما كتبت كلمة اكتب بعدها انتر. طب أسنان مثلا انتر، مثلا ماجستير انتر، رسالة مثلا انتر، ممكن بحث. شوف لغاية ما يديلك ايه، يقول لك خلاص كده كفاية. تعليمات المشتري بتقول له انت هتحصل مثلا في مقابل 5 دولار ده على خدمة كذا. زي ما احنا شفنا قبل كده الخدمات اللي احنا كنا داخلين نشتريها كان في عندنا اضافات. طب الاضافات دي نعملها ازاي؟ هتلاقي هنا اضف تطويرا لهذه الخدمه. تطويرا يعني ابجريد، يعني حاجه زياده شويه، يعني مثلا تحط 5 دولار وتقول له عايز ممكن تزود مثلا 500 كلمه على البحث بتاعك. طبعا انت كتبت هنا في التعليمات وفي وصف الخدمه ان هو هياخد مثلا زي 200 كلمه في الصفحه. نفرض مثلا طبعا حضرتك عندك خبره في البحث اكتر مني، وعارف ان الابحاث مثلا بتاخد قد ايه، او في المجال ده او في التخصص ده، او حسب انت ما تتواصل مع، تبتدي بقى تاخد خبره مع الناس اللي انت تتعامل معاهم. واحده واحده هتعرف ان ده مثلا لوجيك ال5 دولار ده الخدمه كذا، انت بتقدر خدمتك وبتقدر سعر الخدمه اللي بتقدمها، ودي حاجه كويسه مفيش مشكله منها خالص. وبعدين تعمل اضف خدمه. بعد ما تعمل اضف خدمه خلاص الموضوع بسيط خالص، بياخد يوم او اقل من يوم، الموقع بيراجع الخدمه انه يشوفها متوقع مش فيها حاجه خارجه او حاجه مش مألوفه او حاجه يعني خارجه عن سياسات الموقع. وبعد كده بيقبلها ويقول لك خلاص تمام تم اضافه الخدمه. حضرتك بقى ايه، بتتابع الايميل بتاعك
وكل فترة كده يومين تلاتة تخش على الموقع تشوف لو في حد اشترى خدمة ولا حاجة وبيتواصل معاك، أو حد تواصل معاك عشان ترد، تبقى متابع متواجد بصفة يعني شبه دايما، لو حتى 3 مرات أو مرتين في الأسبوع حسب شغلك، حسب ظروف شغلك. بالتوفيق لحضراتكم. لو الفيديو ده حاسس فيه فايدة كبيرة لحضراتكم، شاركوا للزملاء، شاركوا لحد يستفيد منه، شاركوا لحد ممكن فعلا تحس إن هو هيفرق معاه، سواء هو باحث أو سواء هو حد حابب يقدم خدمة بس مش عارف يعمل على الإنترنت. يسمع إن في خدمات بتجيب فلوس على الإنترنت، ديت خدمة من الخدمات كده كده حضرتك عندك خبرة فيها، فبدل ما هي معطلة كده تحطها ومش هتخسر حاجة. يعني بتقدم خدمة مجانية والله، إيه، حد اشترى ماشي، اديك ايه متابع وجربت حاجة جديدة. شكرا طبعا، السلام عليكم.